في لعيبه بنشوف مسيرتهم مبشره وفي مستوى تصاعدي مميز جدا، لكن للاسف غلطه واحده بتبقى كفيله بانهيار المسيره دي تماما. واللعيب بتاع النهارده هو عمرو ورده، اللي لقطه واحده بس خلته بقى لعيب اتلفه الهوا. بضاعة أتلافها الهوى. عمرو ورده كان من ناشئين الاهلي وتصعد للفريق الاول في موسم 2013 2014، لكن وقتها عمرو ورده تقريبا ما شاركش مع الفريق خالص. وفي السنه اللي بعدها طلع اعاره للاتحاد السكندري، لعب فيها 16 ماتش عشان بعدها تبدا مسيرته الاحترافيه في اليونان اللي بدات من بوابه بناثينايكوس. قعد معاهم سنتين من 2015 ل 2017، لعب 39 ماتش وسجل 9 اهداف. وفي الفتره دي بدا انضمامه لمنتخب مصر مع هيكتور كوبر. بعدها راح لباوك من 2017 ل 2020، وفي النص كان فيه شويه اعارات. وبرضه طول الفتره دي كان موجود مع منتخب مصر في افريقيا 2017 وكاس العالم 2018، وكان مقدم اداء كويس جدا والناس كلها كانت بتشيد بيه وبرجولته في الملعب، فوضع طبيعي ان هو كان موجود في قائمه المنتخب افريقيا 2019. لكن هنا بقى حصلت اللقطه اللي دمرت